السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا وسهلا بكل متابعين كنوز مملكتي. النهاردة يا حبايبي فيديو جديد إن شاء الله، واعذروني للغياب اللي أنا بغيبه عنكم كتير غصب عني، وقلتها كتير قوي في القناة ديت وفي الصفحة التانية بتاعتي برضو. سامحوني. وبعدين الأيام دي طبعا والجو برد وكلنا واخدين دور البرد اللي جامد يعني، وعامل عمايله معانا كلنا. ربنا يشفينا جميعا يا رب ويعافينا ويبلغنا جميعا يا رب شهر رمضان يا رب، واحنا جميعا في احسن واتم حال، امين يا رب العالمين. النهاردة ان شاء الله يا حبايبي الفيديو بتاعنا قوي جدا. الفيديو ده كان، السؤال ده كان جاني برضو على الصفحة التانية، فرديت عليها وقلت لها ان شاء الله هجاوب عليكي بس في قناة كنوز مملكتي. كانت بتقول ان البيت كان صعب شوية، صعب كتير قوي، يعني مش عارفة تسيطر عليه لأي سبب بيحصل مع أي واحدة فينا. يعني ممكن مثلا كانت تعبانة وتعب شديد ومش قادرة وعندها أولاد ومش قادرة إن هي تسيطر على البيت، أو مش قادرة تقوم تنظف البيت، مش قادرة ترتبه. طيب دلوقتي أنا عايزة أقوم أرتب البيت، أو رقت شوية أو خفيت أو كنت بره غايبة عن البيت فترة ورجعت وكده، إزاي أرتب البيت وأخليه متروق ورايق وجميل ونضيف؟ حتى لو اي ضيف جاني على غفلة هيلاقي بيتي متنظم وجميل جدا. ازاي؟ يلا نبتدي مع بعض، بس ما تنسونيش في لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد بإذن الله. طيب، دلوقتي لو البيت حالته صعبة جدا، صعبة جدا، يعني بصي مش قادرة اوصفلك هو شكله ازاي عامل ايه. يعني بصي، كركبة اولاد ولعب اولاد وبص والدنيا كلها يعني صعبة معاكي. هنعمل ايه؟ اول حاجة هتبدأي بيها هتسمي بسم الله وتتوكلي على الله وقولي اللهم اعني يا رب، وادخلي على اول مكان لو ضيف خبط عليكي هيدخل على المكان ده، سواء صالة او ريسبشن عندك. المهم تدخلي على المكان ده الاول، اول مكان دوت. مش هقولك شيلي سجاد او نفضي مثلا واعملي بقى تنفيض وسير ونقلي كراسي من مكانها ولا ترابيزة، ومش هقولك اي حاجة خالص. هقولك بس ادخلي لمي كل لعب الاطفال الموجوده، لو كانت في لعب اطفال موجوده، لو في ورقه، في قلم، مكان كراسي الاولاد، مكان مذاكرتهم، شيلي كل حاجه من المكان دوت، بحيث ان انتي لو حد خبط عليكي احنا عايزين المكان ده يكون رايق. طيب، في هدوم، في اكياس، في اي حاجه موجوده في الريسبشن او في الصاله اللي الناس لو الباب خبط والناس دي هتدخل عليا في المكان ده، اهم حاجه ان انا الم المكان كله. تمام كده، تمام. هخلي المكان رايق ونضيف بايه؟ باني انا بشغل كمان قرآن أثناء اللم بتاعي. معلش لو أنا كلامي متلخبط شوية، لأني أنا بسجل لكم وأنا فعلا عندي صداع وعندي دور البرد. الحمد لله يا رب العالمين، الحمد لله الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر يا رب. طيب، دلوقتي بعد ما لمينا بقى العاب ولمينا الاوراق والكراريس واي حاجه موجوده في الريسبشن، هتجيبي بس المكنسه بتاعتك، سواء المكنسه او المقشه، وهتكنسي الارض كلها سجاد، هتسوي الانتريه، هتسوي لو في عندك سفره، شيلي من عليها اي حاجه امسحيها، بس كل حاجه وهي في مكانها. ما تنقليش حاجه، احنا عايزين، مش عايزاك ان انت ترهقي او تكوني مخنوقه او تكوني متضايقه. واي حاجه عندك مثلا هي عايزه تدخل الكمامه فانت دخليها على طول. اكياس قديمه، مكان الاولاد ما كانوا واكلين اي حاجه، شيلي على طول وارمي على طول. طيب، بعد ما خلصت الريسبشن خالص وظبطتيه وخليتيه زي الفل، ادخلي على المطبخ. حاولي على قد ما تقدري سيطري عليه. ازاي اسيطر عليه؟ خدي المعالق كلها واغسليها، خدي كل الكوبايات واغسليها، خدي كل الاطباق كلها واغسليها. ان شاء الله حتى لو تعبانه ومش قادره تعملي اكتر من كده، سيبي لو عندك حلل سيبيها شويه كده اهوت لما تروقي، بس على الاقل سيطرتي على الكركبه، واللي هي المعالق والكوبايات والاطباق بتعمل كركبه وزحمه كتير قوي في المطبخ. لو كمان فاضل معاكي الحلل بس مش مشكله، اركنيهم على جنب وظبطي بقى الرخام بتاعك امسحيه، وحاولي بس مشي على البوتاجاز تمشيه خفيفه وش كده. خلصت المطبخ، والله الحاجات اللي انا بقولك عليها دي مش هتاخد معاكي وقت كتير قوي، بالعكس هيبقى وقت قليل جدا. هتدخلي على اوضه الاطفال، اوضه المعيشه، غرفه النوم بتاعتك، خشي على اوضه. شوفي، في هدوم عايزة تتحط في الباسكت الغسيل حطي، عايزة تحطي دورة غسيل حطي دورة غسيل في الغسالة. شوفي،
برضو هتلاقي نفس اللي لقيتيه في الريسبشن بره، كركبة الأطفال، يعني لعب الأطفال، كراريس، أقلام، أي حاجة انت عارفاها رجعيها مكانها، واحدة واحدة كده رجعيها مكانها. المهم ان انت تسيطري بدون ما تشيلي سجاد، ما تشيليش ملاية، ساوي بس، شد كده ملاياتك، شد كده، سوي بس السجادة بتاعتك تسوية، اكنسيها كنس كده بس من على الوش، بحيث ان هي تبان ان هي نظيفة، والمكان يبان ان هو رايق. بس خلصت الأوض، خلصنا الريسبشن، خلصنا المطبخ، اصبح دلوقتي المكان جميل ورايق وجاهز لاي حد ممكن يخبط عليا ويدخل. وكمان راحتي انا النفسيه لما انا اكون قاعده في البيت، وانا البيت بعد ما كان البيت عندي صعب جدا ومش قادره ان انا ابص عليه، لا اصبح دلوقتي البيت رايق. ممكن بقى تاني يوم تمسكي اوضه اوضه، تجرديها بقى من فوقيها لتحتيها، تنضفي وتغيري ملايات وتغيري ستاير لو انت حابه تغيري الستاير او تغسليها او ميعادها جه، براحتك. شلتي الملاية دي، حطيتي ملاية تانية، نفضتي السجاجيد، كنستي، مسحتي، مش مشكلة. بس على الأقل اليوم الأولاني دوت اللي احنا شايفين فيه البيت صعب جدا، أنا سيطرت عليه بكده، إن أنا ظبطت البيت على الوش، على الوش دوت. المهم إن انتي قولي يا رب عيني قبل ما تبدأي، وخلي عندك قرآن شغال في الشقة. القرآن بيطرد الطاقة السلبية، بيدخلك الطاقة الإيجابية، بيدخلك القوة، بيدخلك سبحان الله انشراح. وذكر ربنا نفسه القرآن بيشرح صدرك وبيخليكي عندك همة عالية جدا للتنظيف والترويق والتظبيط وكده. طيب، بعد ما هنخلص كل الحاجات القمر اللي احنا قلنا عليها دي وبيتنا اتظبط وبقى جميل، وتاني يوم خدنا اوضه اوضه، خدنا مثلا المطبخ النهارده وانت تعبانه ومش عايزه ان انت تجهدي نفسك قوي، فمش لازم ان انت تاخدي المطبخ. مثلا احنا كده في بند المطبخ، مش لازم اخد المطبخ كله النهارده، مثلا اخد لي ايه، ضرفتين ثلاثه كده من المطبخ، مع برضو تسويه الشقه بره. معايا اولاد، الاولاد على طول بينكشوا، مش لازم ان انا ما اولادي بينكشوا على طول، او اولادي مثلا شقاي افضل ازعق واضرب، ازعق واضرب، مش كده والله. هو الموضوع كله موضوع ان انت عرفيهم يا حبايبي احنا هنلعب في الاوضه دي، خلي الاوضه دي للعب، بحيث ان لو حد جالنا، لو ضيف جالنا، احنا هنبقى هنا اهوت في الاوضه بتاعتنا هنا اهوت، مفيش الضيف مش هيدخل عندي في الاوضه دي، لكن هسيب بره يبقى نضيف كده ورايق دايما وباستمرار. لكن ما يمنعش ان انت تدخلي المكان دوت واولادك دخلوا قعدوا فيه، اكلوا فيه، شربوا فيه، مفيش مشكله. برضو انا ما بحبش التقييد، ان انا اقيد العيل او اقيد ابني او بنتي في مكان واحد بس، تقعد في الحته دي والمكان دوت وبقيه الشقه كلها مالكش دعوه بيها، لا انا ما بحبش كده. بس على الاقل والله هتظبطي خفيف خفيف على مهلك وبالراحه، حاجات مش عايزاها بتتخلصي منها. المهم الكركبه، ان انت لو في حاجات موجوده في الشقه حواليكي كده ظاهره وانت مش عايزاها، اتخلصي منها على طول. في حاجات بتاعت الاولاد شيليها مكانها على طول، في كراريس على طول حطيها لهم على المكتب بتاعهم، لو كان موجود مكتب، موجود مكتبه بتاعتهم، نقوم شيلهم حاجتهم على طول. بكده هيكون بيتك والله دايما نظيف ورايق وجميل، و... وهتخففي على نفسك العبء، فما تصعبيهاش على نفسك. الاخت بتسألني وبتقولي هو الوضع صعب وانا مش عارفة اسيطر. لا يا اختي حبيبتي، اهدي وهتقدري تسيطري، وما تقليش على نفسك وما تصعبيهاش على نفسك، والموضوع سهل جدا. ويا رب يكون الفيديو عجبك، ويكون كلامي وصل لك ووصل لكل اخت زيك، لان الموضوع ده كلنا بنقع فيه. فرب يكون الفيديو عجبك، وما تنسينيش في لايك وشير واشتراك في القناة، والسلام عليكم.